السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في بداية الترم الثاني وأولى دروسنا في الترم الثاني، واللي بتتكلم عن نمو وتوزيع سكان قارة إفريقيا. واضح جدا من الدرس أو عنوان الدرس اللي احنا هنتكلم عن الزيادة السكانية وعن السكان اللي بيعيشوا في قارة إفريقيا. بس قبل ما نتكلم عن قارة إفريقيا تعالى نعرف معلومة مهمة جدا. لو احنا سألنا نفسنا مين أعلى قارة فيها عدد سكان في العالم، هنلاقي قارة آسيا. يبقى قارة آسيا بتيجي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد السكان. الله، أمال مين القارة التانية؟ هنلاقي قارة إفريقيا. يبقى عدد السكان في العالم تعتبر قارة آسيا هي أولى قارات العالم في عدد السكان، بينما تأتي قارة إفريقيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان. تعال بقى نتكلم عن قارة إفريقيا. أول حاجة تقابلنا النمو السكاني في قارة إفريقيا. قال لك في 2024، يعني في السنة اللي احنا فيها، وصل عدد سكان قارة إفريقيا نحو 1.5 مليار نسمة، وهو ما يمثل حوالي خمس سكان العالم. وفي توقعات إن عدد سكان إفريقيا في سنة 2050 هيوصل ل2.4 مليار نسمة. طيب، إن عدد سكان قارة إفريقيا يتضاعف كل 3 عقود. عقود يعني إيه عقد؟ العقد ده يعني كل 10 سنين. يعني عدد سكان إفريقيا بيتضاعف كل 3 عقود، يعني كل 30 سنة. قالك في خلال السنتين اللي هو من 1975 ل 2005 تضاعف عدد سكان قارة إفريقيا، ومن المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى في عام 2035. طيب تعالى بقى نشوف، طيب جوه قارة إفريقيا في دول، مين أكبر الدول اللي فيها عدد سكان؟ قالك على حسب تقارير 2023 إن أكبر دولة فيها عدد سكان في قارة إفريقيا هي دولة نيجيريا. تليها على طول، يعني المرتبة التانية دولة إثيوبيا، بعدها على طول مصر. يعني لو جالنا سؤال قال لنا مين هي أكبر دول قارة إفريقيا فيها عدد سكان بالترتيب، هنقول نيجيريا في الأول، بعديها أثيوبيا، وبعديها مصر. فطبعا هيجيلنا في ذهننا على طول سؤال، طب إيه سبب النمو السكاني في قارة إفريقيا؟ إيه السبب؟ قال لك في سببين. في حاجة اسمها الزيادة الطبيعية، وفي حاجة اسمها الزيادة الغير طبيعية. طيب الزيادة الطبيعية دي اللي هي ايه؟ اللي هي الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات خلال فترة معينة. أما بالنسبة للزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة، اللي هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر. والهجرة نوعين زي ما احنا خدناها قبل كده، في هجرة داخلية اللي هي داخل حدود الدولة، وفي هجرة خارجية اللي هي من دولة إلى أخرى. طيب تعال نتكلم شوية عن الزيادة الطبيعية. قالك إن معدل المواليد في قارة إفريقيا، هنلاقي إن أصبح المعدل الإفريقي ضعف المعدل العالمي. يعني قارة إفريقيا هي من أعلى قارات العالم من حيث عدد المواليد، وده طبعا معناه إن في أسباب خلت إن معدل المواليد في قارة إفريقيا مرتفع. طيب إيه الأسباب؟ وده سؤال ممكن يجينا بما تفسر إيه سبب ارتفاع معدل المواليد في قارة إفريقيا. قالك في أسباب. السبب الأول كثرة الإنجاب، يعني الناس بتنجب بتخلف يعني. السبب الثاني الزواج المبكر، زواج المبكر للإناث. السبب الثالث ضعف برامج تنظيم الأسرة، يعني الناس ما عندهاش أي توعية. طيب مين أكبر دولة من حيث ارتفاع معدل المواليد عالميا وإفريقيا؟ دولة النيجر. يبقى دولة النيجر هي تعتبر من أعلى الدول في قارة إفريقيا في معدل المواليد. وعايزين بس نأكد معلومة، يعني إيه هي أسباب ضعف برامج تنظيم الأسرة؟ قالك إن في بعض المجتمعات
في قارة إفريقيا هنلاقي إن كثرة الإنجاب دي تعد من الثقافات الأساسية عندهم، ده عادي بالنسبة لهم. عشان كده بيزيد متوسط حجم الأسرة في إفريقيا، يعني ممكن يبلغ متوسط حجم الأسرة ما بين 5 أفراد أو 7 في أفراد بالنسبة للأسرة في قارة إفريقيا. وده يعتبر بالنسبة لهم عادي، إن دي تعتبر زي حاجة اسمها بنقول عليها عادات وتقاليد في المجتمعات الإفريقية. طيب تعال بقى نتكلم عن معدل الوفيات. معدل الوفيات طبعا هنلاقي فيه انخفاض في معدل الوفيات بشكل كبير في قارة إفريقيا، حتى أصبح قريبا من المعدل العالمي. طيب مين هي أكبر الدول الإفريقية من حيث معدل الوفيات؟ قالك بترتفع معدلات الوفيات بعدة دول إفريقية، يعني في بعض الدول الإفريقية بترتفع فيها معدل الوفيات زي نيجيريا وزي تيشاد ودولة ليتسو. طيب ايه السبب ان معدل الوفيات في تلك الدول مرتفع في قارة افريقيا؟ قالك عشان بيتفشى فيها بعض الامراض المستوطنة او ارتفاع وفيات الاطفال والامهات، فده طبعا سبب من اسباب ارتفاع معدلات الوفيات في تلك الدول الافريقية. طيب ايه بقى معدل الزيادة الطبيعية؟ قالك ان معدل الزيادة الطبيعية طبعا يعني ان انت بتبدأ بتشوف انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في قارة افريقيا خلال الفترة ما بين 1970 ل 2023. طيب ايه اسباب انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في قارة افريقيا خلال تلك الفترة؟ يعني الزيادة الطبيعية في تلك الفترة بدأت تنخفض. ايه سبب انخفاضها؟ قالك اهتمام الدول الافريقية والمنظمات الدولية بالتالي، يعني حصل فيه اهتمام من قبل الدول الافريقية والمنظمات الدولية بعدة اشياء، اللي هو ايه؟ ضبط نمو السكان اللي هو معدل المواليد، وتطوير النظم الصحية، تطوير النظم الصحية، وكذلك الاهتمام بصحة الأم والطفل، وبالتالي حصل انخفاض في معدل الزيادة الطبيعي. طيب وبالرغم من ذلك فما زال معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا مرتفعا، يعني بالرغم ان في محاولات ان هي بتعمل على انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، ولكن برضو لسه معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا مرتفعا لو احنا عملنا بيه مقارنة بينه وبين المعدل العالمي. طيب مين أعلى بقى الدول الإفريقية من حيث معدلات الزيادة الطبيعية في القارة؟ يعني مين أعلى دول فيها معدلات الزيادة الطبيعية عالية في قارة إفريقيا؟ قالك طبعا زي دولة الصومال، وعندنا كمان دولة النيجر. طيب هنبدأ بقى نتكلم عن الهجرة أو الزيادة الغير طبيعية. طبعا خلي بالكم من معلومة جدا، إن الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن دي بتأثر بالسلب على سكان الحضر. ليه؟ لأن بتعمل زحمة وبتعمل ضغط على المرافق. طيب الهجرة زي ما اتفقنا اللي هي نوعين، الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية. الهجرة الخارجية بقى دي بتؤثر في نمو وتوزيع السكان في القارة. ليه؟ قالك بتتضمن نوعين رئيسيين. ايه هما؟ الهجرة الوافدة. يعني ايه الهجرة الوافدة؟ هي حركة انتقال السكان إلى قارة إفريقيا، يعني الناس بيكونوا من بره. وتعد دولة جنوب إفريقيا هي أولى الدول الإفريقية جذبا للمهاجرين، طبعا بسبب سواحلها وهناك مناطق بتجذب السياح. طيب الهجرة بقى المغادرة النازحة، يعني خروج خارج القارة، هي حركة انتقال السكان من إفريقيا سواء إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي. طيب يبقى احنا كده عرفنا إن الهجرة الخارجية هنا نوعين، اللي هي الهجرة الوافدة اللي هي بتنتقل السكان إلى قارة إفريقيا، والهجرة المغادرة اللي هي النازحة وهي انتقال السكان من إفريقيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج العربي. طيب السؤال جميل جدا، إيه أسباب الهجرة الخارجية؟
قال لك عدة أسباب، إما بحثا عن فرص عمل أو تحسين مستوى المعيشة، أو بحثا برضو عن فرص تعليم أفضل، أو عدم الاستقرار السياسي والحروب. طبعا الدول اللي بيبقى فيها حروب أو عدم الاستقرار السياسي ده بيلجأ بعض الأفراد فيها إلى الهجرة. طيب في برضو عندنا حاجة اسمها الهجرة الغير شرعية. والهجرة الغير شرعية دي معناها إيه يا أولاد؟ يعني الأفراد بينتقلوا بين الدول بطرق غير قانونية، سواء عبر الدخول إلى دولة ما دون تصريح، يعني مفيش جواز سفر، أو تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو أنت سافرت قعدت في الدولة فترة مثلا على حسب ما هو مكتوب لك في جواز السفر بتاعك، ورحت تعديت المدة دي، ده اسمها مدة الإقامة الايه الغير قانونية، يبقى انت كده تجاوزتها. يبقى اما انت بتهاجر للدولة بدون تصريح، او انت قاعد في دولة وتجاوزت لمدة الإقامة القانونية، يبقى في كلتا الحالتين اسمها الهجرة الغير شرعية. وقال لك هنا ايه نتائج زيادة الهجرة الغير شرعية من افريقيا الى اوروبا؟ طبعا ادى ذلك الى تأثير سلبيا على الاستقرار وامن الدول، انت كده عملت عدم من الاستقرار في تلك الدول. طيب وغير كمان ان بيتعرض المهاجرون اللي هما بيهاجروا بطرق غير شرعية للعديد من الاخطار، زي انت ماشي طبعا بتسافر عن طريق البحر فممكن تغرق في البحر، او الاستغلال، او اللي انت تحرم من حقوقك في الدول اللي انت بتهاجر اليها، انت كده مالكش حق، انت رايح هناك بدون تصريح، وبالتالي بتفقد حقوقك في تلك الدول. لذلك بتسعى الدول الافريقية الى تحقيق مزيد من التنمية للحد من تلك الظاهرة، لانها ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا. طيب تعال بقى نتكلم عن نقطة تانية، اللي هو توزيع السكان في قارة افريقيا. اكيد طبعا ان الكثافة السكانية هتختلف في قارة افريقيا من دولة الى اخرى، بل ومن منطقة الى اخرى داخل الدولة الواحدة. يعني تعال نشوف كده، مثلا لو احنا عملنا توزيع للسكان، تعال نشوف اكتر اماكن بيبقى فيها كثافة سكانية مرتفعة. مثلا هنلاقي في مصر على سبيل المثال وادي النيل ودلتاه، وكذلك النيل الأزرق في السودان. طب لو جالنا سؤال اشمعنى المناطق دي بيبقى فيها كثافة سكانية، هنقول بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة ونهر النيل. برضو عندنا السواحل الشمالية الغربية في القارة أو الجنوبية الشرقية للقارة بيبقى فيها كثافة سكانية طبعا بسبب اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. وبرضو عندنا تعد لاجوس في نيجيريا والقاهرة من أكثر المدن ازدحاما بالسكان، وذلك طبعا للضغط على الموارد والخدمات بهذه المدن، وطبعا ده بيتطلب وضع خطط تنموية. طيب في الأماكن بقى اللي فيها السكان متوسط، يعني السكان متوسطة أو الكثافة السكانية بتبقى متوسطة، يعني قال لك أماكن متفرقة داخل القارة وعلى سواحلها، وطبعا زي مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية زي البترول والغاز الطبيعي أو المعادن. طيب أو بعض المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل، زي مثلا على سبيل المثال هضبة الحبشة في أثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية. طيب أما فين بقى الأماكن اللي بيبقى فيها انخفاض في عدد السكان؟ قال لك المناطق اللي بيبقى فيها الرعي زي الواحات مثلا، أو الزراعة في نطاق السافانا والاستبس، بيبقى فيها سكان بس مش كتير، بيبقى عدد السكان منخفضين. طيب فين بقى الأماكن اللي بتبقى فيها الكثافة السكانية نادرة؟ زي المناطق الصحراوية، وطبعا ده بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية السيئة. أو المناطق المستنقعات، طبعا ليه؟ لصعوبة الحركة وقلة الأنشطة الاقتصادية وانتشار الأمراض. تعال بقى نتكلم عن آخر حاجة عندنا، اللي هي المشكلة السكانية في قارة إفريقيا. قال لك إن قارة إفريقيا تعاني بشكل عام من مشكلة سكانية. طيب إيه سببها؟ سببها إن زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي. تاني حاجة سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الإفريقية. تالت حاجة ارتفاع نسبة فئة صغار السن، وهي فئة غير منتجة وتحتاج إلى توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه.
بجانب الخدمات الصحية والتعليمية. طيب ده كله نتائجه ايه بقى؟ هيؤدي الى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية، هيبقى في استهلاك اكتر للمياه العذبة والطاقة والأراضي الزراعية، ونصيب الفرد هينقص من الموارد الطبيعية، وتهديد تحقيق الأمن الغذائي والمائي في القارة. وفي برضو معلومة لازم نأكدها، إن احنا كلما ارتفع معدل الزيادة السكانية انخفض مستوى الأمن الغذائي والمائي. طيب يعني ايه أمن غذائي؟ ويعني ايه أمن مائي؟ أمن غذائي اللي هو الحصول جميع السكان على الغذاء الكافي اللي بيلبي احتياجاتهم سواء في الحاضر أو في المستقبل. طيب يعني ايه أمن مائي؟ برضو حصول جميع السكان على كميات من المياه الجيدة اللي تكفيهم برضو سواء في الحياة الحاضر، يعني في الحاضر أو في المستقبل. طيب ايه حل الكلام ده؟ هل في اساليب نحل بيها المشكله السكانيه؟ اكيد طبعا، كل حاجه ولها حلولها. اول حاجه لازم نحط خطه لخفض معدل الزياده السكانيه وتنظيم الاسره، ونوعي الناس باهميه الاسره، ونحن يبقى في تنظيم اللي احنا رفع سن الزواج ووضع قوانين تجرم الزواج المبكر، يعني ما ينفعش يبقى فيه زواج مبكر للإناث. 3. إنشاء مدن جديدة عشان نعمل توزيع السكان ونخفض الضغط على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. نبدأ نعمل مشاريع أو مشروعات اقتصادية عشان نقدر نسد بيها احتياجات السكان. الاهتمام بدعم المرأة اجتماعيا وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لها وتمكينها اقتصاديا، لأن طبعا لها دور كبير جدا جدا في الأسرة. وبكده انتهى الدرس الأول، وإن شاء الله نلتقي على خير في درس جديد. معكم مستر أسامة النوبي.